يا سلام على الجمال! بجد حاجة تفتح النفس. طعم جميل جدا، شايفين؟ وشكل كمان أحلى. هنعمل النهاردة دبابيس الفراخ بطريقة جميلة جدا. سيبك بقى من الطرق التقليدية اللي بنعمل بيها صواني الفراخ بتاعتنا. مش قادرة أقول لكم الطعم عامل إزاي. الله، حقيقي هي تستاهل التجربة. من الحاجات اللي هتعتمديها في أكلك في كل مرة تفكري تجيبي دبابيس فراخ. حاجة وهم. شايفين السوا بتاعها ممتاز وشكلها يفتح النفس. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين هنعمل النهاردة صينية دبابيس الفراخ بطريقة جميلة جدا وشهية. حاجة كده حقيقي هتعتمديها. معايا المكونات زي ما انتوا شايفين: بطاطس وجزر وكوسة وفلفل ألوان وكيلو من الدبابيس بتاعة الفراخ. يلا بينا نقطع المكونات دي كلها ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين قطعنا الخضار بتاعنا، قطعنا الجزر ودلعناه كده بشكل جميل، وكمان قطعنا دواير كده من الكوسة اهو. وادي بقى شوية فلفل كده حار شوية وشوية فلفل ألوان، وادي كمان دواير البطاطس، وبصلاية كبيرة كده بشرينها، وهنا قيمة مثلا أو مقدار 4 فصوص من الثوم، وشوية من الطماطم كده مقطعينهم صغير عشان هنضربهم في الكبة. يلا بقى على الجريل بتاعنا ونشوف الوصفة الجميلة اللي هنعملها النهاردة. معلقة من السمنة زي ما انتوا شايفين هنحطها في الجريل. هنبتدي ننزل عليها بالدبابيس بتاعتنا مغسولة كويس جدا، وكمان متبلينها بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود. هنديها صدمة كويسة جدا لحد ما تاخد كده وش أحمر وجميل. وصفتنا النهاردة جميلة جدا، وبجد مش هتصدقي غير لما تجربي وتدوقي الطعم بتاعها. نقلب بقى كده في الدبابيس لحد ما تحمر كويس وتاخد اللون اللي هتشوفوه معانا. نقلبها بقى على الجنب من الناحية دي وعلى الجنب من الناحية دي، بحيث ان هي تكون متشوحة كويس جدا. تمام كده. اهو شايفين اللون عامل ازاي. في المرحلة دي بقى انا هبتدي اطلع الدبابيس بتاعتي اهو، وهحط بقى شوية من الزيت، وهبتدي بقى انزل بشرايح البطاطس واشوحها كويس جدا في الجريل بالشكل ده. هنزل بقى ببقية الخضار بتاعي: الكوسة والجزر والفلفل الألوان والفلفل الحار، وهبدأ بقى أشوح كل الخضار ده مع بعضيه بالشكل اللي انتوا شايفينه. قلبي بقى فيه لحد ما يديكي لون ذهبي جميل كده اهو. تمام. شوحنا الخضار بتاعنا، هنرجع نطلعه من الجريل ونركنه هو كمان على جنب. بعد ما طلعنا الخضار ابتدينا بقى ننزل بالبصلاية اللي احنا كنا بشرينها، وهنشوحها برضو ونديها اللون الذهبي الجميل. الله على الريحة. نحط بقى شوية الثوم اللي احنا هرسنهم كده ونبتدي بقى نقلبهم في البصل. قلبي برضو وشوحيهم كويس جدا مع البصل، وابتدي بقى انزلي بالتوابل بتاعتك: البابريكا والفلفل الأسود والملح. تكة التوابل دي لما تشوحيها مع البصل والثوم بجد بتودي الصينية بتاعتك في حتة تانية خالص اهو. الله على الريحة. هنقعد بقى نشوح فيهم كده، وبعدين تكوني الطماطم بتاعتك ضربتيها في خلاط او في كبة، عشان هننزل بيها دلوقتي على الثوم والبصل المشوحينه.
اهو. وابتدي برضو قلبي فيها كده لحد ما تتسبك كويس جدا وتتقل معاكي. هتاكلي النهارده احلى صينيه خضار بدبابيس الفراخ، حاجه كده وهم. ونزلت هنا بقى بمعلقتين من معجون الصلصه، وهقلبهم برضو كده واسيبها بقى ايه تتسبك شويه. الصلصه اتسبكت معانا زي ما انتوا شايفين. ورقه بقى كده من مرقه الدجاج الفوريه، هنزل بيها على الصلصه بتاعتي وهبتدي برضو اقلبها كويس. تمام. هنبتدي بقى هنا ناخد دبابيس الفراخ وننزل بيها بقى على الخليط الجامد ده. قلبيها بقى كده شمال ويمين، غرقيها في الصوص الرهيب. ايوه كده تمام. هنزل بكل الدبابيس بالشكل ده وهغرقها في الصوص اللي انتوا شايفينه، حاجة كده وهم. اهو. خليها تشرب كويس جدا من الصوص. هسيبها برضو كده تشرب من الصوص شوية وبعدين هنرجع نطلعها تاني. اهو. تمام. طلعنا بقى الدبابيس بتاعتنا. هننزل بقى بالخضار كله اللي احنا كنا مشوحينه وراكنينه على جنب. اهو. قلبي بقى الخضار بتاعك في الصوص ده، وهنبتدي بقى نزود شوية صغيرين جدا من المية، مش كتير، يعني مقدار ربع كوباية مية. قلبي بقى الصوص بتاعك كده في الخضار وسيبيه بقى يتشرب هو كمان، يعني هيغلي كده شوية وتسبك، وبعدين نشوف هنكمل الصينية بتاعتنا ازاي. هنكمل تشويح بقى كده في الخضار. تمام. هنا اتشرب، وزي ما انتوا شايفين الخضار بقى شكله جميل جدا وخد من الصوص بتاعنا. في المرحلة دي بقى هنعمل ايه؟ هنكون محضرين الصينية بتاعتنا اللي هندخلها الفرن. هننزل اول حاجة بالخضار ونحطه بالشكل ده، والدبابيس بتاعتنا بقى هنبتدي نرصها فوق الخضار بتاعنا. والله صينية في منتهى الجمال، طعمها ملوش حل. والتكات الصغيرة اللي احنا عملناها دي هتخلي الصينية بتاعتك دي تبقى في حتة تانية خالص. تمام. يلا بقى على الفرن على طول. دخلناها الفرن وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد حاجة ملهاش حل، طعم جميل جدا، شكلها روعة، طريقتها جميلة ومش تقليدية. شايفين دايبة خالص اهي. اهم حاجة انك لما تحطيها جوه الفرن تكون النار هادية جدا، ما تحطيش على نار متوسطة او نار عالية، يعني حطيها على اقل درجة حرارة عندك في الفرن. بالصوص بقى وبالهنا والشفا. صينية ملهاش حل، جربيها واكتبيلي في الكومنتات رأيك فيها ايه. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي بالشير واللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.